تخيل انك صاحي الساعة 3 الفجر والدنيا هادية تماما، وفجأة كلبك يبدأ ينبح في الظلام ومفيش اي حاجة واضحة قدامك. هو شايف ايه واحنا مش شايفين ايه؟ ناس كتير بتربط الموضوع بالاشباح او الحاجات الغامضة، لكن قبل ما نخاف خلينا نفهم الحقيقة العلمية. السبب الاول حاسة السمع الخارقة. الكلاب بتسمع ترددات اعلى بكتير من الانسان. ممكن تسمع صوت خطوات بعيدة جدا، او حركة قطة على سطح بيت جنبك، او حتى صوت جهاز كهربائي بيصدر ذبذبات احنا مش بنسمعها. بالنسبة لك صمت تام، بالنسبة له في نشاط كامل حوالين البيت. السبب الثاني حاسة الشم. حاسة الشم عند الكلب أقوى من الإنسان بعشرات الآلاف من المرات. ممكن يشم وجود جسم شخص غريب مر من الشارع، أو حيوان قريب، أو حتى تغير في رائحة الجو. السبب الثالث الغريزة. ليلا بيزيد إحساس الكلب بالحراسة، لأن أسلافهم كانوا كائنات ليلية، فالهدوء بيخلي أي صوت بسيط يبان أخطر. طيب هل ممكن أحيانا يكون في سبب إحنا فعلا مش مدركينه؟ موجات صوتية، ذبذبات، تغيرات بيئية. العلم لسه ما كشفش كل حاجة. في النهاية كلبك مش بينبح بلا سبب، هو بس بيسمع ويشم ويدرك العالم بطريقة مختلفة تماما عنك. السؤال بقى، لو كنت مكانه كنت هتسمع ايه في الظلام؟ لو عجبك الفيديو قول لنا تحب الفيديو الجاي يكون عن ايه.